بتعاني من الروتين اليومي والاكتئاب والزهق والغضب والحاجات اللي مش حلوه دي كلها. عاوز اقول لك على شويه حاجات، لو مشينا بيهم انسى بقى كلمه اكتئاب وهموم ونكد وغم. الحاجات دي كلها هتبقى من الماضي يعني. اول حاجه اقول لك عليها، يعني اهرب من اي حاجه ممكن تاذيك نفسيا، ممكن تاذيك ماديا، ممكن تاذيك معنويا. جلوسك مع عالم معينة، وجودك في قلب عالم معينة، وجودك في قلب مجتمع معين، والله أوقات بيكون سبب في انهيار نفسيتك ووجود الاكتئاب والنكد والغم. في عالم بتبقى، خد بالك، الاكتئاب والنكد والغم والحاجات دي كلها حاجات معدية زي الأمراض الجلدية والعياذ بالله. فأنت عشان تهرب من الأمور دي لابد تهرب من البني آدمين دي، لابد تهرب من البيئة دي عشان تلاقي جو ملائم لنشر السعادة فيه. دي أول حاجة، اهرب من أي حاجة ممكن تأذيك. تاني حاجة ممكن تكون سبب في اكتئاب وغم ونكد وزهق جواك ده كتير، هي وقت الفراغ الكتير. حاول تشغل وقت فراغك، حاول ما يبقاش عندك وقت فراغ أصلا. يعني المسلم بطبعه ما يبقاش عنده نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انت فراغك املاه بقى بطاعة ربنا، بصلاة، انت املاه بتقربا لله، بصلة رحم. لا، لو عندك وقت فراغ، لكن بالطبيعي ما يبقاش عندك وقت فراغ. ثالث حاجة حتة عدم المشي. لو انت قدر ربنا انت قاعد في البيت في اجازة في الشغل كلام من ده، ما تفضلش قاعد في البيت فترات طويلة. خد مراتك وانزل، هي كمان هتفك، ما عندها اكتئاب ونكد وغم هي كمان. فانت حبة المشي اللي هتمشوا مع بعض دول هترجعوا البيت كأنكم غاسلين من الهموم اللي كانت على قلبكم دي. حتة الأكل بقى والمشي دي مهمين جدا. أكل صحي، خد بالك انت في أكلات معينة ممكن تلهب لك القولون وتهيج لك المعدة، ممكن تبقى في حالة نفسية حلوة جدا، لكن حالة القولون عندك والمعدة اللي اشتكت دي مخلياك لا انت حاسس بسعادة ولا بفرحة، ولا هي خلاص قرفتك. فما تقللش في حتة الاكتئاب والنكد بان ان يكون المعدة نفسها هي اللي عاملة لك كده. اتمشى، غير جو، ابعد عن البيئة اللي فيها نكد، ابعد عن البيئة اللي فيها حاجات من اللي هي تجيب لك النكد. ما تخليش فيه وقت فراغ معاك كتير، اشغل يومك. واخر حاجة صارح روحك بعيوبك. لو في اي عيوب عندك، اذا عرف المرض خلاص هو كده عرفنا العلاج. يعني اول طريق العلاج هو معرفة المرض. لو انا عندي عيب، انا حد نكدي، انا حد غم، انا حد انا هعرف العيب اللي عندي، هعرف اداويه، اختفى العيب.